وسام أبو علي هيخلي مسؤولين النادي الأهلي يتعاقدوا مع صفقة أجنبية جديدة، والسبب إن في عروض كتيرة جاية لوسام أبو علي من أوروبا ودول الخليج، وفي عرض من أمريكا. والعرض الأمريكي هو أكتر عرض أفضل بالنسبة لوسام أبو علي وبالنسبة للنادي الأهلي، وهو عرض من نادي ريد بولز الأمريكي. والنادي الأمريكي مستعد إنه يدفع حوالي 10 مليون دولار عشان يتعاقدوا مع وسام أبو علي. والاتجاه دلوقتي جوه النادي الأهلي إن هم يوافقوا على العرض المتقدم، وفي حالة رحيل وسام أبو علي هيتم الاتجاه للتعاقد مع مهاجم جديد، وهيكون يا إما من أفريقيا أو من دوريات المتوسطة في أوروبا، زي ما حصل في التعاقد مع جراد الشهر وقبل منه وسام أبو علي. على عقدة صحيفة اليوم السابع، إن اللاعب محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق عرض على مسؤولين النادي الأهلي العودة مرة تانية لصفوف الفريق، لكن طلبه ده اتقابل بالرفض. والسبب في رفض طلب اللاعب محمد شريف هو إن مسؤولين النادي الأهلي شايفين إن في خيارات تانية أحسن لتدعيم الخط الهجومي، زي مثلا اللاعب أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، واللاعب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق. بس وجود مصطفى محمد في النادي الأهلي مرهون برحيل اللاعب وسام أبو علي. في تصريحات لريبيرو على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بيكشف عن أسباب خسارة النادي الأهلي قدام بالميراس البرازيلي، والأسباب هي عدم خلق فرص للتسجيل، ودي كان سبب الهزيمة. وقال إن الماتش كان متكافئ قبل تسجيل الأهداف، لكن لاعيبة نادي بالميراس عرفوا إزاي يستغلوا الفرص اللي جات لهم. وختم تصريحاته وقال إن الماتش كان فوق طاقة لاعيبة النادي الأهلي، ومش عارف إزاي تصريح زي ده يخرج كده على لسان المدير الفني. بس خلينا نكمل. وبعد التصريح ده كمل وقال إن اللعيبة حاولت ترجع تاني للماتش بعد ما الماتش اتوقف بسبب العاصفة، لكن للأسف ما قدروش إنهم ينجحوا في خلق فرص كافية للتسجيل. وقبل بس ما نكمل بقى الأخبار اللي معانا في الحلقة بتاعت النهاردة، أنا عندي تعليق بس على التصريح ده. لما يكون ده تاني ماتش ليك رسمي وتصرح بالشكل ده كده، أنت كده كمدير فني بتسلم اللعيبة بتاعتك للإعلام والسوشيال ميديا والجمهور، وبتخرج نفسك من بره القصة. بمعنى أوضح هو كده بيقول أنا ماليش دعوة، اللعيبة هي اللي معرفتش تخلق فرص للتسجيل، أمال أنت دورك فين؟ ووقفتك على الخط لازمتها ايه؟ بس على العموم بعد التصريح ده البداية كده مش مبشرة، وخلينا نكمل. للأسف بسبب خسارة النادي الأهلي قدام نادي بالميراس بنتيجة 2-0، وقع النادي الأهلي في أرقام سلبية كتير. أولا إن أول فريق يدخل هدف عكس فيه بعد ما سجل وسام أبو علي جون في نفسه. تاني حاجة إن النادي الأهلي بيوصل نتائجه السلبية قدام أندية أبطال كأس ليبرتادوريس في بطولة كأس العالم للأندية، ولعب معاهم 7 ماتشات، كسب ماتش واحد وخسر 6 ماتشات. تالت حاجة إن النادي الأهلي أول فريق يضيع ضربة جزاء من النسخة الجديدة في بطولة كأس العالم للأندية، واللي ضيعها محمود حسن تريزيجيه قدام نادي انتر ميامي. رابع حاجة إن النادي الأهلي أكتر فريق اتعرض للهزيمة في بطولة كأس العالم للأندية ب15 مرة، وللأسف الخامسة إن هو أكتر فريق استقبل أهداف في البطولة ب39 جون. النادي الأهلي هيغيب عنه في ماتش نادي بورتو البرتغالي اللاعب مروان عطية، وده بسبب تراكم الإنذارات عليه، وحصل على إنذار في ماتش انتر ميامي في ماتش الافتتاح، والإنذار التاني كان قدام نادي بالميراس البرازيلي. النادي الاهلي بيحسم مصير كريم نيدفيد ومحمد الضوي كريستو. بالنسبه لكريم نيدفيد، وهو ان اداره النادي الاهلي بلغته ان هو خارج الحسابات الفنيه تماما، ومش هيكون له اي دور مع المدير الفني الجديد اذا كان كلاعب اساسي او حتى لاعب بديل، وده بسبب كثره اللاعيبه اللي في مركزه. ولحد اللحظه دي كريم نيدفيد ما ردش على مسؤولين النادي الاهلي باي حاجه اذا كان هيمشي او هيستمر، وطبعا لو يستمر لازم يتقبل الوضع اللي هم قالوا له عليه، على الرغم ان في عروض محليه كتيره جات له، زي مثلا نادي البنك الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا ونادي زد. أما بالنسبة لمحمد الضو كريستو، هو مستني قرار مجلس الإدارة، ووكيله تواصل مع مسؤولين النادي الأهلي علشان يعرف مصيره. والاتجاه دلوقتي جوه النادي الأهلي إنه يتم إعارته مرة تانية بدل ما يستغنى عنه بشكل مجاني، بس برضه مش هيتم فتح أي موضوع غير بعد ما تخلص منافسات كأس العالم للأندية. كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية الحكم اللي هيدير ماتش النادي الأهلي مع نادي بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية، وهو الحكم خوسيس فنزويلا، علشان هو اللي هيدير اللقاء في الجولة الثالثة من البطولة. وهيكون معاه جورج إريجو مساعد أول، وتوليو مورينو مساعد تاني، والحكم الإماراتي عمر العالي حكم رابع. والحكم ده هو اللي حكم ماتش النادي الأهلي مع نادي الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1. طاهر محمد طاهر بيخضع لتدريبات علاجية في الجيم بفندق إقامة بعثة النادي الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وده بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية اللي تعرض ليها، واللي بسببها غاب عن ماتش نادي بالميراس، وهيغيب كمان عن ماتش نادي بورتو البرتغالي. اللاعب أحمد نبيل كوكا بيشارك في التدريبات الجماعية بعد ما تعافى من إصابة الكدمة في الركبة اللي تعرض ليها في ماتش نادي انتر ميامي، وبسببها غاب عن ماتش بالميراس في الجولة الثانية، وبكده هيكون جاهز لمواجهة نادي بورتو البرتغالي في الماتش اللي جاي، وده طبعا على حسب رؤية الجهاز الفني.
المدير الفني للنادي الأهلي بيستقر على الدفع باللاعب أليو ديانج في الماتش اللي جاي اللي هيكون مع نادي بورتو البرتغالي، وده علشان يعوض غياب اللاعب مروان عطية اللي هيغيب عن الماتش بسبب إنه حصل على إنذارين.